معايا نص كيلو من الدقيق اللي هي 4 كوبايات دقيق، ومعلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميره، ورشه ملح، وهقلبهم كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هحط معلقتين كبار من الزبده، وبعدين هبدا اعجنها باللبن. عندي لبن رايب، وده شكل العجينه بعد ما لميتها بستريتش، واسيبها في مكان دافي لمده ساعه تخمر او 45 دقيقه. ودلوقتي هجهز التتبيله بتاعه الفراخ. معايا عصير 3 ليمونات، ثوم مفروم، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهقلبهم كويس مع بعض. ومعايا نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاها مكعبات صغيره، وبعدين هنزل بيها في التتبيله وهقلبها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها نص ساعه في التلاجة. وبعد ما طفيت النار انزل عليها بمعلقه من دبس الرمان. والعجينه بعد ما خمرت هفردها معاكم بالشكل ده، وبعدين هعمل فيها فتحات بالشوكه، وهعملها بالطبق دواير، وهسويه على نار متوسطه خالص. ودلوقتي انا هحشي فلفل وهحط فيه الفراخ، وكده وصفه النهارده خلصت.